السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزاين. اليوم إن شاء الله وبحول الله تعالى جئنا نتكلم عن لاعبنا الدولي الجزائري رياض محرز وعن استحقاقه في تحقيق الكرة الذهبية الإفريقية. صراحة ما دفعني بأن أقوم بهذا الفيديو هو أرقام رياض محرز، أرقامه الجميلة وألقابه الكثيرة والغزيرة. هذه الأمور هي من دفعتني أن أقوم بهذا الفيديو. هناك أيضا أمر آخر هو تغاضي الإعلام الجزائري عن إنجازات لاعبنا الدولي الجزائري. صراحة الإعلام الجزائري يجب أن يسوق لرياض محرز، يجب أن يسوق في أحقية رياض محرز بالفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وهذا ما لم أشاهده لحد الساعة، وهذا أمر سيء وهذا أمر خاطئ. لابد علينا أن نسوق لرياض محرز. ربما الإعلام لحد الآن لم يتفطن، ولكن وجب علينا أن نسوق لرياض محرز لأنه فعلا يستحق الكرة الذهبية. يكفي أن رياض محرز هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي مزج بين الأرقام والألقاب، لأن هناك لاعبين أفارقة يمتلكون أرقام كبيرة مثل أوسيمان سجل أكثر من 20 هدف في الدوري الإيطالي، ولكن بلغة الألقاب رياض محرز يتفوق عنه بشكل كبير. يكفي أن رياض محرز فاز بدوري الأبطال، وهذا ما لم يقم به أي لاعب إفريقي. حتى بلغة الأرقام رياض محرز ليس سيء. رياض أفضل ثالث هداف لفريق مانشستر سيتي، الفريق الذي حقق كل الألقاب. تخيلوا معي، رياض محرز سجل 15 هدف وقدم 13 تمريرة حاسمة. هل برأيكم لاعب كهذا لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟ صراحة شيء غريب. يجب أن نسوق للاعبنا الدولي الجزائري. لا تنتظروا الغير أن يسوق لكم ما دمتم أنتم نائمون، يجب أنتم من تسوقون للاعبكم الجزائري. وليكن في علمكم بأن الإعلام النيجيري يسوق لفيكتور أوسيمان. هناك في نيجيريا يقولون بأن أوسيمان يستحق الكرة الذهبية. قبل قليل كنت أشاهد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا. جواد بدأ أثناء تعليقه قال بأن ياسين بونو يستحق الكرة الذهبية الإفريقية، وقال أيضا وفي نفس الكلام بأن لو ياسين بونو لم يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية هذا يعتبر ظلم في حق اللاعب. ولو أنني لا أوافق جواد بدة، ولو أني أيضا أرى بأن ياسين بونو حارس كبير، ولكن جواد بدة من حقه أنه يقول هذا الكلام عن لاعبه ياسين بونو. فما بالكم عن رياض محرز اللاعب الذي حقق كل الألقاب وأرقامه جد مميزة، إلا أننا لم نرى أي كلام عن الكرة الذهبية. أين هو الإعلام الجزائري؟ أيضا نفس الكلام موجه لحفيظ دراجي. يجب أن تكتب في صفحتك الرسمية أو حتى عند تعليقك عن المباراة يجب أن تنوع عن ذلك. يجب أن يتفطن الجميع بأن رياض محرز يستحق تسويق إعلامي من أجل فوزه بالكرة الذهبية الإفريقية، ولو أنه لا يحتاج ذلك، ولكن بالرغم من ذلك يجب أن نتكلم عن لاعبنا الدولي الجزائري، لأنه في الأماكن الأخرى هم يتكلمون عن لاعبيهم. نيجيريا تتكلم عن أوسيمان، مصر تتكلم عن محمد صلاح، المغرب تتكلم عن ياسين بونو، ونحن أيضا كجزائريين يجب أن نتكلم عن لاعبنا رياض محرز. صراحة أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، لأن الإعلام له دور كبير. الإعلام في وقت سابق كان له دور كبير أيضا في انتقال كريم بنزيما لريال مدريد. الإعلام دوما له وزن، وزيادة عن ذلك رياض محرز قدم موسم جميل. صدقوني لو رياض محرز كان حقق كل هذه الألقاب ولم يقدم أداء جميل لما كنت قد قمت بتاتا بهذا الفيديو، ولكن من باب الإنصاف يجب أن أقوم بهذا الفيديو، لأن رياض حقق كل الألقاب وحقق أيضا أرقام جميلة. أفضل ثالث هداف لأفضل فريق في العالم، يكفي هذا الكلام. من هنا لا أضيف شيء. أفضل ثالث هداف لأفضل فريق في العالم هذا الموسم. خلاص هنا تحسم الأمور. وزيادة عن كل هذا رياض محرز ما زالت عنده فرصة الفوز بالسوبر الأوروبي وبكأس العالم للأندية. هذه كلها راح تدعم رياض محرز أكثر للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. صراحة موسم استثنائي، ولكن إعلام الجزائري يجب أن يسوق للاعب، يجب أن يسوق للاعب. حتى حفيظ دراجي وحتى اليوتيوبرز. صراحة لا أعلم لو هناك يوتيوبر يتابعني يقدم محتوى كرة قدم، لو هناك أتمنى أن يقوم أيضا بهذا الفيديو، لأنه رياض محرز يستحق. لو كان لا يستحق صراحة لما كنت قد قمت بهذا الفيديو. إذا إخواني وأعزائي المتابعين الكرام، هذا ما كان في جعبة اليوم. نتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجابكم، ونتمنى أن الفكرة تكون قد وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.